تعمل ايه لو عرفت ان في خطوط متسجلة باسمك غير اللي معاك وانت ما تعرفش؟ نفس المشكلة دي حصلت مع واحد جالي المحل النهاردة. في خط متسجل باسمه وشغال وهو ما يعرفش عنه حاجة. الخط ده شغال مع واحد تاني هو ما يعرفوش ومشغله بينصب بيه على الناس. تعمل ايه لو ده حصل معاك؟ بعمل لك الفيديو ده عشان اقول لك لو حصل معاك كده ايه اللي المفروض تعمله. بس الاول خليني اقول لك ازاي اصلا تعرف ان في خطوط متسجلة باسمك غير اللي انت تعرفه. عشان تعرف حاجة زي كده هتضطر تحمل تطبيق ماي نترا. هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف تحت الفيديو وهنفتحه سوا دلوقتي عشان اعرفك توصل للارقام دي ازاي. ده التطبيق بعد ما تحمله وتفتحه هيفتح معاك بالمنظر ده. لو اول مرة تحمل التطبيق او اول مرة تدخل عليه هتضغط على كلمة تسجيل وهتكتب اسمك ورقم تليفونك وايميلك وهتعمل كلمة سر. سهل خالص زي اي تطبيق بتسجل عليه وهتضغط تسجيل. لكن طبعا لو فتحته قبل كده هتكتب رقم تليفونك وكلمة السر وتدخل على طول. ده لو مسجل عليه. انا مسجل عليه هكتب رقم تليفوني وهكتب كلمة السر. بعد ما كتبت كلمة السر اضغط تسجيل دخول. فتح معايا التطبيق. عشان تعرف الأرقام اللي متسجلة باسمك هتضغط على الخدمات وبعدين خدماتي وبعدين أرقامي وبعد كده هنضغط استعلام. هيقولك اكتب رقم بطاقتك. اكتب رقم بطاقتك وما تخافش، التطبيق ده حكومي ومعتمد بتاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعني ما تقلقش منه. هنكتب رقم البطاقة. هنا بيقولك احتفظ بالرقم القومي للاستخدام لاحقا زي ما انت عايز تسيبه متفعل موجود في التطبيق عشان لو احتاجته بعد كده ما تقعدش تكتبه تاني زي ما انت عايز. لو عايزه كده سيب العلامة دي متفعلة، لو مش عايزه الغيها براحتك، انا مش فارقة معايا. هنضغط تم. هيظهر معانا بقى بالمنظر ده. دي الخطوط بتاعتي. هنا خط اهو، ده الرقم ده بتاعي وده الرقم التاني بتاعي الاصلي فودافون. اتصالات انا ما عنديش ارقام اتصالات مفيش. ووي بيقول لك وي لا يمكن الوصول لها الان، مش عارف بقى في ايه، في مشكله مع وي ولا ايه. لكن انا عندي خطين وي بتوعي ومعايا، مش عارف مش ظاهرين هنا ليه، اكيد في مشكله تقنيه ولا حاجه، ولكن هما بيظهروا، كانوا ظاهرين معايا امبارح. طيب لو دخلت على اي شركه من دول ولقيت رقم هنا غريب اول مره تشوفه تعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها هتتصل بالرقم اللي هتلاقيه عشان ما تظلمش اللي معاه. ممكن يكون شاريه من زمان وما يعرفش اصلا هو متسجل باسم مين. ده كان بيحصل كتير قوي وكلنا عارفين الكلام ده. كان في خطوط بتتباع مش متسجله وناس كتير بتستخدم خطوط بالطريقه دي وما يعرفش اصلا هو متسجل باسمه ولا لا. ما تستغربش، حصلت كتير عندي في المحل. تلاقي الواحد تيجي تساله الخط ده متسجل باسمك يقول لك ما اعرفش، تتفاجئ ان هو ما يعرفش الخط اللي معاه متسجل باسمه ولا لا، ولو ما كانش باسمه مش عارف هو باسم مين. في ناس كتير عايشه كده ما تعرفش حاجه وهتلاقي عليه شغله، وناس كتير متسجله ارقام على الشريحه في شغله، وهتلاقي عليه تطبيق واتساب باسمه، وهتلاقي عامل عليه حسابات تواصل اجتماعي، وممكن كمان يكون عليه محفظه وفيها فلوس. فانت تعمل اللي عليك وتكلمه، قول له الرقم ده بتاعي ومتسجل باسمي وانا هسيبك النهارده بس تظبط دنيتك، او هسيبك يوم كمان تظبط حالك وتشوف الرقم ده لو عليه شغلك انقله، لو في محفظه على الرقم ده وفيها فلوس اسحبها، عشان انا بكره او بعده هسحب الرقم ده، هعمل استبدال شريحه والشريحه اللي معاك هتقف كده. يبقى انت عداك العيب وعملت اللي عليك. دي حاجه لله. بعد كده هتكلم خدمه العملاء، هتقول له حصل واحد اتنين تلاته واعمل لي شكوى. مش مهم رده، مش مهم يعمل لك شكوى ولا لا، المهم انت تقول له اعمل لي شكوى. ولو رفض يعمل شكوى باي حجه قول له يعني انت بترفض تعمل لي شكوى. وبرضه سيبك من رده، انا عايز بس في المكالمه يتسجل ان انت قلت له بترفض تعمل شكوى او بيبان ان هو رافض يعمل لك شكوى. لو عمل لك الشكوى قول له طب اديني رقمها، وهتستنى 24 ساعه وتكلم 155، ده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ولو ما عملكش الشكوى اول ما تقفل معاه المكالمه اتصل ب 155 وقول له حصل واحد اتنين تلاته، والشركه المعنيه ايا كانت بقى هي مين، فودافون، اتصالات، اي حاجه، رفضوا يعملوا لي شكوى. وانا ببلغكم ان انا معرفش حاجه عن الخط ده، الخط ده مش معايا، واي حاجه حصلت على الخط ده انا مش مسؤول عنها. كده انت بتخلي مسؤوليتك. بعد كده بقى هتنزل الفرع، تسحب الشريحه، تعمل استبدال شريحه ب20 جنيه وتجيب الشريحه اللي باسمك تخليها معاك. لو مش هتشغلها حطها في جيبك، ارميها في درج في البيت. المهم اي حاجه متسجله باسمك تبقى معاك،
تبقى انت عارف ايه اللي بيتعمل بيها عشان تحمي نفسك من اي مشكلة لا قدر الله تحصل، وربنا يسترها علينا كلنا. في النهاية لو استفدت حاجة من الفيديو دعمه بلايك واشترك في القناة لو مش مشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.